السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخوكم المهندس محمود مطاريد، مسؤول دعم سوفتات وتطوير أجهزة سوبر جولد بصفة عامة، وأجهزة الديسكفري وأجهزة السوبر دراجون. زي ما استعرضنا في الفيديو اللي فات، الواجهة الجديدة كليا اللي تم تصميمها بفضل الله بأيدي مصرية بالكامل. دلوقتي هستعرض لحضراتكم جميع الإضافات والتعديلات اللي هتشوفوها لأول مرة في تاريخ الدعم، ولأول مرة في تاريخ أجهزة الأربعة ميجا. تمام. طيب، زي ما اتفقنا في البداية ان احنا اخدنا التصميم اللي هو تصميم المنيو نفسه، نفس الالوانات اللي هي القوائم الفرعية. بمعنى لو حضرتك لاحظت ان القوائم الفرعية هنا باللون الازرق الداكن، والشريط اللي هو المتحرك باللون الاصفر الداكن، والخلفية السوداء. تمام. نفس الوانات المنيو بالظبط، استفدنا بالثلاث الوانات وطبقناها بحيث ان يكون الواجهه متناسقه مع جميع القوائم الفرعيه. طب عشان ما اطولش عليكم نقول بسم الله. اول حاجه في قائمه القنوات ودي اول مره في تاريخ اجهزه المعذره، اول مره في تاريخ اجهزه الاربعة ميجا في قائمه القنوات تلاقي ايقونه الاتش دي، تلاقي ايقونه تم اضافه ايقونه الاتش دي زي ما حضرتك ما انت شايف. يعني لو القناه فعليا اتش دي بتلاقي ايقونه الاتش دي ظهرت. تمام. انا بتكلم على الحاجات اللي انتوا بتشوفوها دي اول مره تحصل في اجهزه الاربعة ميجا، مش هتلاقيها على جهاز تاني بفضل الله، هتلاقيها على اجهزه السوبر جولد فقط لا غير. كده يعني قائمة القنوات هي ما فيهاش حاجة جديدة كليا، ولكن ضفنا بس الرمز الاتش دي. تمام. بحيث ان هي تكون قائمة يعني شكلها متناسق ومتناسب. حاجة صغيرة وبسيطة ولكن ادت لشكل جمالي زي ما حضراتكم شايفين. طيب، ده بالنسبة لقائمة القنوات. بالنسبة بقى للانفو بار او شريط المعلومات الاسفل، ده تم تطويره بالكامل كليا، تم تطويره بالكامل وتم اصلاحات مشاكل عديدة جدا جدا فيه. طيب، نقول بسم الله. ايه اللي موجود فيه؟ لو لاحظت حضرتك، رقم واحد علامة الاتصال بالواي فاي الانترنت، ادي واحد. رقم اتنين حاطط لك هنا مزود الخدمة للقنوات. يعني القناة دي قناة سكاي مثلا، تبع لباقة ايه؟ تبع لباقة سكاي. تمام كده، ادي اتنين. رقم تلاتة، ضفت لك عدد الدقائق للمحتوى اللي شغال او الفيلم اللي شغال. على سبيل المثال ان بيقول لك ان الفيلم ده مدته 45 دقيقة، والفيلم اللي بعده مدته 50 دقيقة. تمام كده. وعندك برضو هنا الشريط اللي هو شريط البدء. تمام. اللي هو بيبين المحتوى فات منه قد ايه، يعني فات منه حوالي 24%، يعني حوالي 24 دقيقة تقريبا يعني. تمام كده. تمام. ضفت برضو لحضرتك جودة الصورة. بما ان القناة اللي شغالة اتش دي هتلاقي مكتوب جودة الصورة اتش 264. لو قناة اس دي هتلاقيه مكتوب ام بي اي جي 2 او 4. تمام كده. ضفت برضو لحضرتك الريزوليشن تبع القناة، بما ان برضو ان الجودة القناة اللي شغالة اتش دي هتلاقي هنا مكتوب 1920 في 1080. تمام كده. يبقى كده الانفو بار على اجهزه الاربعة ميجا تم تطويره بشكل كامل. كل شيء اتعدل فيه وضفنا فيه الحاجات دي كلها. طبعا بفضل الله الحاجات دي كانت فعليا متضافه على اجهزه ال 8 ميجا للسوبر جولد، فطبقتها وضفتها ايضا على اجهزه الاربعة ميجا. يبقى احنا كده شرحنا قائمه الانفو بار. تمام. وعندك برضو اول مرة، هي طبعا الخدمة دي مش شغالة كويس، ولكن يعني الممنوع مرغوب زي ما بيقولوا، ولكن لأول مرة في تاريخ دعم أجهزة الأربعة ميجا، ومش موجودة على أي جهاز 4 ميجا، تم إضافة خدمة الترجمة للقنوات زي ما حضراتكم شايفين. اللي بيعرف يتعامل معاها اكيد بيعرف يتعامل، اللي ما بيعرفش هي مش شغالة بيرفكت يعني، ولكن يعني بتقضي الغرض، احيانا بتقضي الغرض. تمام. طيب، عندك برضو قائمة القنوات او قائمة ريكول ليست او استدعاء اخر 10 قنوات. مثلا على سبيل المثال خلينا ان احنا بس نغير كذا قناة. لو دوست على زرار اللي هو الريكول اللي هو الاسفل خالص، تمام، هيظهر لك اخر 10 قنوات. تمام. حضرتك شغلتهم تقدر ان انت ترجع لهم على طول.
تمام. القايمه دي برضو اتعدلت بالكامل. هنا عندك الجزء الاسفل اللي تحت اللي هو الاسفل البار اللي فيه الايقونات ده ما كانش موجود، بفضل الله خليته نفس القايمه تبع قايمه القنوات بالظبط. تمام. وضفت عليها الايقونات، بدل ما يكون الحته دي مثلا او الشريط اللي تحت ده فاضي، لا ضفت لك رموز ارشاديه موجوده تحت، بحيث ان يكون شكل القايمه متناسق وشكلها جميل، مش مجرد قايمه وخلاص. يعني والله يا جماعه بهتم بكل كبيره وصغيره وكل تفصيله في السوفت وير، حتى لو في كلمه مكتوبه غلط او حرف زياده بشيله وبعدله. تمام. طيب. نخش بقى على المنيو ونشرح بقى الاضافات المهوله الضخمه اللي جوه. عندك جميع الايقونات بلا استثناء محميه برقم سري. طيب في ناس مش حابه موضوع الرقم السري، بسيطه، حضرتك بتروح على سيتنج، بعد كده بتخش على قفل الاطفال، بعد كده بتخليها من فتح تخليها غلق، بعد كده بتطلع تخش على اي ايقونه، خلاص زي ما حضرتك شايف تم الغاء الرقم السري. طب خلينا نبدا باول ايقونه، ايقونه التركيب. عندك هنا اول حاجه طبعا موجود اللي هي تكبير الاشاره. تمام. ودي خلاص بقت موجوده في اغلب الاجهزه. وعندك برضو في قائمه الترددات دي برضو حصريه للسوبر جولد، حطيت لك برضو تكبير الاشاره. وايضا تقدر تبحث عن طريق سواء الراديو او التي في او المشفر، بس يعني تقدر تبحث عمليه البحث زي ما حضرتك ما انت عايز. تمام. تمام. هنروح على الاي بي تي في. هنروح على الاي بي تي في. اول حاجه عندك ضفت لك الفري اي بي تي في، بعد كده الاكستريم. لو حضرتك دوست على الزرار الاصفر ثبتت لك الاعدادات الاساسيه زي ما هي كده، زي ما حضرتك شايف. دي افضل اعدادات انا شفتها للاكستريم بصراحه. يعني يا دوبك جهزتها لك، تدخل الاشتراك بتاعك تمام وتضغط دخول فقط لا غير، مش هتلعب في الاعدادات دي. طبعا حضرتك عايز تغير الاعدادات بتغيرها زي ما انت ما عايز، ولكن دي افضل اعدادات موجوده، دي افضل اعدادات موجوده. فانا يعني اعوذ بالله من انا لما حضرتك هتنزل السوفت وير هتلاقي نفس الاعدادات دي ثابته، ودي افضل اعدادات ما تلعبش فيها. تمام. تمام. هنا القران الكريم. تمام. ده مجاني. عندك برضو الدولفين. هنا بقى التكايه الجميله اللي تعبنا فيها جدا لحد ما ظبطناها مع القوائم. حضرتك في اي جهاز 4 ميجا لما بتدخل على الاي بي تي في، خلاص سيبك من الفري والاكستريم والقران. حضرتك مثلا على سبيل المثال الدولفين ده كام ايقونه؟ 8 ايقونات، والهاها 9 ايقونات، والاكشن 6 ايقونات. 6 ايقونات في اي جهاز 4 ميجا. كنت حضرتك بتلاقي الدولفين ال8 ايقونات ورا بعض، وبعد كده الهاها 9 ايقونات ورا بعض، وبعد كده الاكشن 6 ايقونات ورا بعض. يعني بتلاقي صف كبير، بتفضل حضرتك تنزل بالسهم لحد ما توصل للمحتوى اللي انت عايزه. هنا بقى الجديد ان اعوذ بالله من انا قسمتها لك لايقونات زي ال8 ميجا. يعني ال8 ميجا كنت بتخش على الدولفين بيظهر لك الدولفين فقط لا غير زي ما حضرتك شايف، بتخش على الهاها بيظهر لك الهاها فقط لا غير زي ما حضرتك ما انت شايف، الاكشن كذلك. يعني كده انت عندك ايقونات، كل ايقونه فيها الاي بي تي في الخاص بتاعها فقط لا غير. تمام كده. تمام. طيب نخش بقى على الدولفين مثلا على سبيل المثال. فتح معايا الدولفين. لو حضرتك لاحظت هنا هتلاقي مكتوب كلمه دولفين اي بي تي في، وعندك هنا البحث بتبحث عن اي حاجه حضرتك عايزها سواء بالعربي او بالانجليش، وعندك في حاجه اسمها ليست سويتش. طبعا الليست سويتش دي يا جماعه الايقونه دي كانت دي اول مره تكون موجوده برضو في اجهزه ال4 ميجا. دي كانت موجوده هنا فوق البحث، انا خليتها هنا نقلتها في الجنب هنا، بحيث حضرتك تشوف كده تلاقي القايمه مرتبه ومنظمه. تمام. طب ايه فايده الليست سويتش دي؟ انا حاليا فين؟ على الدولفين اي بي تي في. طب لو انا عايز اروح مثلا على قسم المسلسلات، بدل ما ادوس اكزيت مثلا، بدل ما اخرج واروح مثلا وانزل على قسم المسلسلات، لا، فاي ايقونه حضرتك داخلها تمام تقدر تروح على اي ايقونه تانية. لو دوست على الزرار الاحمر تمام وقلت له مثلا روح لي على، انا عايز اروح مثلا على المسلسلات، تمام، لاحظ اتحول من اللايف للمسلسلات. تمام كده. تمام. لو دوست على الاحمر تاني تقدر تروح على اي ايقونه موجوده للدولفين. هو ظاهر لك ايقونات الدولفين بما ان حضرتك جوه
الدولفين. تمام تمام. وزي ما اتفقنا موضوع البحث اهو، بتدوس على زرار انفو وبتبدل اللغه زي ما حضرتك عايز وتعمل عمليه بحث. طيب لو نروح مثلا نرجع على اللايف كمان. خلينا نشغل اي حاجه على سبيل المثال. طيب برضو لأول مرة في تاريخ دعم الأجهزة بقى بصفة عامة، سواء 8 ميجا أو ال 4 ميجا، والخدمة دي الحمد لله ضفتها كمان. كل اللي حضراتكم شايفينه أنا فعليا عامله في أجهزة 8 ميجا. لو دوست على زرار الترجمة هيظهر معاك برضو الترجمة داخل الاي بي تي في، ودي أول مرة تحصل في تاريخ الدعم بفضل الله حصريا إلى الآن السوبر جولد. تمام، تقدر تعمل عملية بحث ترجمة داخل الاي بي تي في، مش القنوات العاديه. القنوات العاديه دي حاجه والاي بي تي في ده حاجه تانية، يعني موجوده على الاثنين. تمام تمام. برضو حضرتك تقدر تسجل اي محتوى بتتفرج عليه. لو دوست على زرار التسجيل، لو حضرتك شايف كده كده ابتدى ان هو يسجل المحتوى اللي انت بتتفرج عليه داخل الاي بي تي في. نعمل ستوب خلاص. طيب عندك برضو هنا لو دوست على زرار الاوديو، لو في اكتر من مصدر صوتي بتقدر تتنقل داخله. طبعا يا جماعه كل اللي انا بشرحه ده داخل الاي بي تي في. طب خلينا نخرج بقى بره. شوف هنا مجرد بقى المشكله اللي قابلتنا في السوفت وير. تمام، ان احنا لما كنت مثلا انا دلوقتي جوه الدولفين، لما كنت بدوس اكزit بخرج، ما كانش بيخرج معايا على ايقونات الدولفين، كان بيخرجنا على القائمه الرئيسيه. دي كانت مشكله عندي، لكن بفضل الله تم حلها، بحيث لما اكون جوه اي حاجه داخل الدولفين واخرج يخرجنا على ايقونات الدولفين، ما يخرجنيش على الايقونات الرئيسيه او المنيو الرئيسي للاي بي تي في. تمام، خلينا شايف في سرعه كبيره الحمد لله زي ما انتم شايفين في التنقل في الاي بي تي في. انا في الراديو مثلا اهو بدوس الاحمر، اقول له مثلا روح لي على قسم الافلام، هيروح على طول بدون اي مشاكل، وقلب معايا من المسلسلات للافلام. هدوس بقى اكزيت، شايف خرجني على الدولفين فقط لا غير. الاول كان بيخرجني هنا، يعني دي كانت مشاكل. ليه؟ ان الفكره نفسها فكره جديده، يعني الفكره جديده، عشان كده تعبنا فيها لحد ما طورناها وخليناها ان هي فعليا تشتغل بطريقه مظبوطه. طبعا كل اللي احنا شرحناه للدولفين ينطبق على الهاها، وينطبق على الاكشن، وينطبق على الفري، وينطبق على الاكستريم، وينطبق على القران. كل ده نفسه عشان ما نطولش بس عليكم. لو دخلنا الهاها هتلاقي الهاها البروتوكول الجديد اللي هو بقى 9 ايقونات. يعني انا لو دخلت على هاها تمام، فتح معايا، هتلاقي برضو كل حاجه شرحناها، كل الاوبشن اللي موجود في الدولفين موجود في جميع الايقونات. لو دوست على الاحمر هيفتح لي جميع الايقونات الخاصه بالهاها فقط لا غير، وتقدر تتنقل بدون ما تخرج بره. وكذلك عملاق الاي بي تي في، تمام، الاكشن اي بي تي في اللي تم اضافته على اجهزه السوبر جولد برضو. معلش المعذره جه تليفون. طيب نخش على الاكشن اي بي تي في. برضو زي ما حضراتكم شايفين كل الاوبشن هتلاقيه موجود، ولو دوست على الزرار الاحمر هيفتح لك قائمه الاكشن فقط لا غير، وتقدر تتنقل بينهم. طيب هنخرج برضو، هيخرج على ايقونات الاكشن فقط لا غير، مش هيخرج بره خالص. طيب يبقى احنا كده شرحنا قائمه الاي بي تي في. لو دخلنا بقى هنا بقى برضو التطوير اللي حصل الكبير في الوسائط المتعدده. خلينا نعمل 15/06، اسف 15/06، معذرة ليكم بضغط 9. 15/06. تمام، حضرتك لما بتخش على الوسائط المتعددة ودوست 15/06 هيظهر معاك هيظهر معاك ايقونه جديده تحت مسمى اكس كام سيت اب. وايه فايدتها؟ دي برضو فكره جديده كليا، واول مره تحصل في تاريخ اجهزه ال4 ميجا بصفه عامه. تمام، قد يكون كمان مش موجوده في بعض الاجهزه ال8 ميجا الحديثه اللي موجوده في السوق. طيب حضرتك في اي جهاز 4 ميجا لما بتخش على الوسائط المتعدده كنت بتلاقي المالتي ميديا سيتنج، وبعد كده بتلاقي كل، يعني مثلا لو دخلت على الاكس كام شايفين مجموعه السيرفرات دي كنت بتلاقيها بره كلها هنا. لا، انا عملت لك ايقونه تحت مسمى اكس كام وحطيت فيها ايقونات الشيرنج
لوحديها منفصله زي اجهزه ال 8 ميجا، ودي فكره جديده برضو كليا زي الاي بي تي في لاجهزه ال 4 ميجا. طيب ايه الجديد كمان؟ لو حضرتك دخلت عليها ودخلنا على الباتش اللي هو خاص بشفرات السي سي كام، اول مره بقى يعني دي بقى بص يعني كمان من حصرياتنا وتعبنا وشغلنا بفضل الله، في داخل الباتش اللي هو الشفرات بتقدر تعمل عمليه حفظ لملف الشفرات بتاعك، بتقدر تعمل عمليه تحميل لملف الشفرات بتاعك من نفس القائمه. الاوبشن ده استحاله تلاقيه في اي، كل اللي انا بحكي عليه من الاول يا جماعه استحاله تلاقيه في اي جهاز 4 ميجا بفضل الله تعالى. تمام؟ يبقى انت هنا ضفت لك برضه، ريحتك ان في الاوبشن ده مهم جدا. انا مش عارف ازاي في اجهزه لحد الان مش موجوده فيها الاوبشن ده، ولكن الحمد لله رب العالمين ضفته لك. طيب لو رحنا برضه على الشيرنج، لاول مره في تاريخ اجهزه ال4 ميجا وكاد يكون كمان في اجهزه 8 ميجا ما فيهاش الاوبشن ده، تم اضافه حفظ ملف السي سي كام بتاع حضرتك او ملف الاشتراك بصفه عامه، تمام، على الفلاشه، بحيث لو حضرتك عملت فورمات او اي شيء يبقى انت محتفظ بالملف بتاع حضرتك موجود. الحاجات دي يا جماعه حصريه واول مره تحصل في تاريخ دعم الاجهزه 4 ميجا بصفه عامه. طيب عندك بقى هنا الدي كيو كام ده طبعا المصنع، عندك الناشير، عندك الجو سات فيرجن 2، عندك الجي شير فيرجن 2، عندك السوبر شير، وان شاء الله هيتم اضافه البالانس اوديو باذن الله. طيب نروح على القناه. طبعا برضو على طول كده سريعا تقدر تشغل القناه بدون اي مشاكل، تقدر تعمل تحديد الكل. تمام؟ الجديد بقى هنا تعديل القنوات، برضو لأول مرة في تاريخ أجهزة ال4 ميجا يتم إضافة تعديل القنوات أو تعديل البي اي دي للقناة. لو حضرتك دخلت عليها ودوست مثلا على الزرار الأخضر تقدر تعدل البي اي دي لأي قناة زي ما حضرتك شايف، ودي الأوبشن ده أول مرة في تاريخ الدعم يكون موجود على أجهزة ال4 ميجا. أيضا مش كده وبس، لو دخلت على قائمة المفضلات تم إضافة برضو تشغيل القناة، تم إضافة تشغيل القناة داخل القنوات المفضلة، ودي أيضا أول مرة تكون موجودة في تاريخ دعم أجهزة ال4 ميجا. تمام. عندك اليوتيوب، ده اليوتيوب الحديث أحدث شيء، عندك الإي كاست خلاص معروف، عندك بقى السيتنج. طيب عندك اللي هي أذر أو أخرى، تمام، دي شرحناها كتير جدا. هنا بتعلي وتوطي وتخفض الإضاءة للعدسة. تمام؟ هنا عندك للتكبير وتصغير الخط زي ما حضراتكم شايفين. تمام؟ عندك هنا دي اللي هي الأوامر السريعة للألوانات اللي هي اللي موجودة، الزرار الألوانات الموجودة. عندك الاستعداد السريع ده موجود وشرحناه. نخش بقى هنا. تمام؟ هنا بتقدر مثلا بتقول له انا عايز الزرار الاحمر، لو انت عايز الزرار الاحمر يشغل بنفس الوظيفه الاساسيه خليها اوف. طب لو انت عايز تعدله مثلا عايز تضغط عليه خليه اي بي تي في زي ما حضرتك ما انت عايز. تمام؟ انا محدد الزرار الاخضر، بقول له لما ادوس على الاخضر يدخلنا على اي بي تي في. تمام؟ هنا برضو في حاجات كتير لسه بتضاف. تمام؟ هنا برضو انا محدد الزرار الازرق، بقول له لما ادوس على الازرق يدخلني على الاي بي تي في. هنا بقى في الريموتات الجديده التايمر الاخرانيه، وده لو ده هتلاقيه مش موجود عند حضرتك، ده هيكون في الاجهزه الجديده. ده عامه بيتباع ب 10 جنيه في اي محل. هتلاقي فيه زرار اسمه اي بي تي في وزرار اسمه فود. ده هتلاقي داخله لو انت مثلا اوف خلاص الزرار بيشتغل بالوظيفه اللي عليه الاساسيه. طب لو انت عايز تغيرها، على سبيل المثال لو قلت له مثلا انا عايز لما ادوس على الاي بي تي في زرار الاي بي تي في يدخلني على الدولفين، مش يدخلني على الدولفين جوه. تمام؟ يعني يدخلنا على الدولفين اللايف او الافلام او المسلسلات. طبعا جميع ايقونات الاي بي تي في زي ما حضرتك كلها موجوده، كل الاي بي تي في موجود. مثلا انا لو قلت له حددت له مثلا الدولفين والفود، مثلا مش شرط الدولفين يا جماعه، والفود مثلا اقول له خش لي على الهاها مثلا زي ما انت حضرتك ما عايز وظيفه الزرار. مجرد ما تدوس عليه، يعني مثلا اول ما تدوس عليه، طبعا انا الريموت معلش عشان ما اقطعش الفيديو الريموت مش معايا مش في ايديا، لو اول ما ادوس عليه هيدخلني على الاي بي تي في من جوه. طيب احنا اتفقنا ان انا الزرار الاخضر قلت له دخلنا على الاي بي تي في، اول ما ادوس على الزرار الاخضر شايفين فتح لي قائمه الاي بي تي في على طول. طيب الزرار بقى الاي بي تي في اللي احنا حددناه
مش هيفتح القايمه دي، لا هيخش على طول على الاي بي تي في من جوه اللي انا حددت له، قلت له افتح لي الدولفين، هيفتح لي القايمه دي. يعني اول ما ادوس عليه هيفتح لي القايمه دي على طول زي ما حضرتك ما شايف. تمام. طب خلينا نكمل بقى بقيه الشرح. عندك برضو في الاعدادات الانترنت اول مره في تاريخ اجهزه الاربعة ميجا، الاربعة ميجا، وكاد يكون برضو في اجهزه 8 ميجا كتيره جدا مش موجوده فيها الخدمه اللي هي خدمه النتورك بروكسي، واكيد كلنا عارفينها وفي اغلبنا بيستخدمها. ضفتها لكم برضو بحيث ان شاء الله يكون السوفت وير كامل متكامل بجميع الاوبشن. طبعا السوفت وير بيدعم وصله الكونفرت اللي هي 9700، وبيدعم اليو اس بي نتورك. تمام. عندك قائمة ضبط المصنع زي ما حضرتك شايف. عندك برضو التحديث، ان شاء الله هيكون في ملف قنوات حديث برضو مع السوفت وير. طبعا عندك هنا قائمة التفضيل هنا بقى. تمام. لأول مرة في تاريخ أجهزة الدعم برضه لأجهزة الأربعة ميجا بلا استثناء، بلا استثناء. ده كل يعني كل اللي أنا حكيت فيه في الأول برضه مش موجود في أي جهاز 4 ميجا. ضفت لك حاجة اسمها انفو بار تايم اوت. طبعا هي 3 ثواني، يعني أنا مثبتها على 3 ثواني، بس أنا مخليها 9 عشان كنت بشرح لكم القايمة. وهنا خدمة اللي هي الريكول ليست. تمام. لو أنا خليتها اوف، تمام، وهنا أنا بقول له عايزها 3 ثواني. تمام. دي خاصه بالانفو بار. هنا الانفو بار يعني انا قلت له 3 ثواني تختفي بعد 3 ثواني. تمام. شوف اختفت على طول. ممكن احدد المده اللي انا عايزها. طيب انا الريكول ليست اتفقنا لما كنت بدوس عليه بيظهر معايا القايمه وبيفتح معايا اخر 10 قنوات. تمام. دلوقتي انا خليتها اوف، خليتها اوف. لو دوست على زرار الريكول ليست هيرجع لي على طول لاخر قناه انا كنت مشغلها، مش هيفتح لي القايمه. ليه؟ ان ده اوبشن عملوه لك يا جماعه لاول مره في تاريخ اجهزه الاربعة ميجا، انك تلاقي برضو جميع الاوبشن اللي يرضي جميع الاطراف. تمام. تمام. طيب عندك هنا برضو الاي في، هنا لسه في الاضافه. عندك الواي فاي. طبعا هنا حاطط لك اغلبيه الاختصارات اللي احنا كلنا بنستخدمها بقى، اللي هي الواي فاي والتحديث والفيرجن واليو اس بي. تمام. هنا خلاص التحديث اتكلمنا عنه. هنا النسخه بيبين لك النسخه. تمام. عندك هنا اليو اس بي. تمام. طيب يبقى احنا كده الحمد لله رب العالمين شرحنا بعض الامور وبعض الاضافات، ولسه في اضافات تانية. السوفت تقريبا بنسبة 90% تم الانتهاء منه. لسه في بعض الاخطاء في البرمجة بنعدلها وبنصلحها، وان شاء الله هيكون بين ايديكم خلال فترة قصيرة جدا جدا جدا. تمام. بحيث ان احنا نطلع لكم سوفت يكون كامل متكامل، وطبعا الكمال لوجه الله سبحانه وتعالى. ولكن بنحاول ان احنا نقلل من الاخطاء لما يكون السوفت على الاونلاين، وان شاء الله مش هيكون فيه اخطاء ولا هيكون فيه اي مشاكل. لدرجه يا جماعه ان كلمه انفو بار هنا كانت مكتوبه بطريقه غلط، والله عدلتها، وكان في حرف الار هنا زياده شلته بحيث ان الكلمه تبقى اسمها انفو بار وليس انفرور بار. يعني بهتم بكل حاجه، يعني بقرا كل حاجه وبشوف ايه الاخطاء الاملائيه وبرجع نعدلها تاني. عندك برضو كلمه الريكول ليست ما كانش فيه المسافه اللي هي بين ريكول وبين ليست. تمام. عملت مسافه وكان فيه هنا كلمه اون واوف شلتها، يكفي كلمه اون واوف تبع الاوبشن. يعني كل التفاصيل الصغيره دي بفضل الله اشتغلنا عليها واهتمينا بيها. تمام. بحيث ان ما يكونش فيه اي اخطاء في البرمجه او اي اخطاء في الكتابه او اي حاجه نهائي. تمام. زي ما اتفقنا ان الواجهه بفضل الله ده تصميمنا احنا وليس تصميم المصنع. احنا صممناها وابدعنا فيها وعملنا فيها الزوم وعملنا فيها الافكت وعملنا فيها الالوانات، وازاي الايقونه دي تبقى مثلا داخلها 1 2 3 4 5 حوالي 5 الوانات. ازاي لما تروح عليها الالوانات كلها تختلف والايقونه تكبر. تمام. وبعد كده تروح على ايقونه تانية الايقونه تصغر لحجمها الطبيعي، والايقونه اللي بعديها تكبر والواناتها تختلف مع التاريخ والساعه واليوم. اهتمينا بكل حاجه بفضل الله تعالى. وان شاء الله يا رب يكون السوفت وير عجبكم، وان شاء الله حاجه هتفتخروا بيها جدا 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 جدا. تمام. كل اللي احنا شرحناه ده حاجة بسيطة جدا، لسه في اضافات تانية بتتعمل، لسه ما خلصتش، لسه في بعض المشاكل بتتصلح.
ان شاء الله رب العالمين. السوفت خلاص قرب ينتهي، زي ما قلت لكم ان هو حوالي 90% تم الانتهاء منه. طبعا تقدر تضيف شفرة البيس وانت واقف على القناة عن طريق زرار صفر، ده طبيعي يعني. السوفت وير قرب ينتهي باذن الله تعالى، وان شاء الله اول ما نخلصه هنرفعه لكم على طول. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى اكون وفقت في الشرح، وانتظروا السوفتات النهائيه باذن الله تعالى في وقت قريب جدا. وفضلا منكم وليس امرا، دعوه حلوه لوالدي رحمه الله عليه. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.